3 أشخاص مختلفين عن بعض اختلاف تام، بتجمعهم خيوط القدر وبيسافروا وسط المخاطر والفقر المحيط بيهم للوصول لأهدافهم وغايتهم الخاصة. بتبدأ القصة بفو اللي بتشتغل في مطعم دانجو ومتضايقة من تصرفات الزباين، وأولهم تومو نوتشين ابن حاكم المقاطعات ماتسونيسكي اللي بيتوسل له عامل بسيط بإنه ما يرفدوش من وظيفته. بيطلب ماتسونيسكي فلوس عشان يسيبه، لكن بيلاقي حاله متكحرت على الآخر، فبيؤمر رجالة الياجيو إنهم يقتلوه. بيدخل موجين مطعم الدانجو وبيعرض على فو إنه هيساعدها تتخلص من الزباين المشاغبين دول مقابل 50 قطعة دانجو. بتفاصل معاه إن خليهم 20، لكن بيقاطعهم تومونوتشين وبيطلبها، فبتجري ومن غير قصد بتوقع الشوربة عليه. بيحلف يمين ما هيسيبها إلا لما يقطع لها صباع، فبيكتفوها وبيرفع واحد فيهم سيفه. بتصرخ فو هديك 100 قطعة دانجو. بيقوم موجين وبيمسك ريو جيرو يقطع له إيده. في نفس الوقت بيطلع جان يدافع عن العامل وبيقول لهم مش مكسوفين من نفسكم وانتوا بتطيعوا حاكمكم الحثالة ده، وكمان عايزين تهدروا مواهبكم زي الساموراي على قتل شخص ملوش ذنب. بيهجموا عليه فبيطلع سيفه وبيقضي عليهم في ثواني. من ناحية تانية بيهجم الزباين على موجين اللي بيتفاداهم وبيغز واحد منهم بالسكينة في قلبه. بيقول له تومونوتشين انت ما تعرفش انا ابن مين؟ ما بيسيبهوش موجين يكمل فشخرة في نفسه وبيقوم قاطع جزء من شعره، فبيترعب زي ابوه ماتسونيسكي اللي من شدة رعبه بيقول لجين لو غرضك الفلوس هديك، لكن بيتجاهله وبيروح ياخد اجره من العامل. بيكمل تومونوتشين عن ان ابوه معاه رجالة ياجيو اقوياء، فبيمسك موجين صوابعه وبيقول للرجالة تومونوتشين هعد لحد 10 تكونوا جبتوا الياجيو هنا اقتلهم. بيكسر صباع وهو بيعد، فبيجروا بره المطعم اللي بيدخلوا جن، فبيفتكروا موجين واحد من الياجيو وبيندفع ناحيته ويتعاركوا. بيتفادى جن وبيقول له الياجيو اللي بتدور عليهم اتقتلوا على ايدي. بيتحمس موجين اكتر وبيكمل هجوم عليه، فبيتفادى جن وبيستمر قتالهم لحد ما بيدخل فجأة ريو جيرو يدلق زيت جوه المطعم وبيحرقه. بيكمل موجين وجن عركتهم وسط النار لحد ما بيقع السقف عليهم وبيفوقوا وهم متأيدين قدام الياجيو وماتسونيسكي اللي بيقول لهم ابني مات بسبب الحريقة وانتوا لازم تدفعوا الثمن، وبياخدهم يعذب فيهم قبل ميعاد اعدامهم. بعد التعذيب بيقول جن لموجين دي اول مرة اشوف حد بنفس عشوائيتك وفوضويتك في القتال. بيرد دي اول مرة معرفش اقتل حد فيها، فافتكر اسمي كويس. قدام السجن بتطلب فو انها تقابل سجين، ولكن بيرفض الحارس، فبينط سنجاب تبع فو ينقذها، فبتتخلص من الحارس وبتدخل تعرض على موجين وجن انها هتخرجهم لو وافقوا يساعدوها تلاقي ساموراي ريحته شبه عباد الشمس. ما بتلحقش تخرجهم من اصله لان الحراس بييجوا يمسكوها، فبتهرب منهم. بيجي ميعاد الاعدام وبيسالهم ماتسونيسكي حاسين بالندم؟ مش عايزين تتذللوا تحت رجلي وتطلبوا المغفرة؟ بيرد موجين لو الحياة هي اني احني راسي للحسالة اللي شبهك فهموت وانا واقف وراسي مرفوعة. بيتعصب ماتسونيسكي وبيأمر باعدامهم، ولكن بيتشقلب موجين وبيطير سيف خصمه، فبياخده جن وبيفك احباله وبيهاجم الباقي. بعدها بيفك قيد موجين وبيرميله السيف، وبيتحدوا الاتنين في هجومهم على الياجيو وبيقتلوهم لحد ما بيوصلوا لماتسونيسكي اللي بيتذلل لهم، لكن بيقتلوا جن. بيتعبوا من كترهم فبتيجي فو ترمي العاب نارية بتنفجر عليهم، فبيهربوا كلهم وما بيتبقاش الا جن وموجين اللي بيصمموا يكملوا قتالهم ضد بعض. لكن بتيجي فو توقفهم وتفكرهم بوعدهم ليها، وبتقول لهم لو العملة وقعت على الراس كملوا قتالكم، لكن لو وقعت على الديل هتوفوا بوعدكم ليا. بيرمي موجين العملة اللي اول ما بتنزل على الديل بيجي باقي الياجيو فبيهربوا منهم. بيصمم ريو جيرو ينتقم لايده المقطوعة، فبيروح يطلع اونيواكا من الزنزانة وبيقول له قوم ندشمل العيال اللي اتنمروا على شكلك. من ناحية تانية بتحسب فو والباقي فلوسهم اللي بتقضي يا دوب 4 قطع دانجو بس. بيجي طير يغفلهم ويسرقهم. بيسمعوا ناس جنبهم بيتكلموا عن ناس اختفوا بسبب شيطان، فبياخد موجين اكلهم وبيقول لهم هقتل لكم الشيطان مقابل الاكل. بيوافقوا وبيجي صاحب المطعم يقترح عليهم يباتوا في كوخ بما ان معهمش فلوس. بعد ما بيمشوا بيطلع صاحب المطعم كان متفق مع ريو جيرو اللي قرر يتخلص منه بعد ما استغله. في الطريق للكوخ بيساعد موجين هوتارو، فبتاخده معاها للبيت تشكره على مساعدته. اما فو بتصحى في الكوخ تتفاجئ بريو جيرو اللي بيدهسها برجله. جنب الكوخ بيكون جان قاعد في الينابيع وبيلاقي انيو ياما من المطعم بيشرح له عن الخنافس المضيئة، وبيقول له الذكور والاناث بيضيئوا عشان يجذبوا بعض، بس احيانا ممكن ذكر يجذب ذكر زيه. بيقلق جان من كلامه وبيقرر يمشي، لكن بيوقفه وهو بيجيب سيرة الساموراي اللي ريحته عباد شمس عشان يأخره وما يشوفش فو المخطوفة. بيوقف رجالة الامن ريو جيرو بتهمة الحريق وقتله للموظف. بيقول ريو جيرو لانيو واكا الحق العيال دول جايين يتنمروا على شكلك. بيسترجع انيو واكا ذكرياته البشعة، فبيثور وبيقضي عليهم قدام فو المصدومة من اللي بتشوفه. فبيقول لها وهو واقف بظهره ما تخافيش الكل بيخاف من وشي وبيتنمروا على مدى قبحي واني شيطان. بتقرب فو منه وبتقول له انا مش خايفة بس حاسة عينك فيها حزن كبير. بيرد طريقة شقطك دي قديمة بس هقولك
بيقولك سبب الحزن هو انهم كانوا هيقتلوني، بس فقدت السيطرة على نفسي وقتلتهم كلهم بدل ما اتقتل. عند موجين بتشربه هوتارو سائل فبيبعدها عنه، فبتعترف انها شربته السم واللقاح مع ريوجيرو اللي زمانه خطف فو. في نفس الوقت بيكون إنيو ياما واخد جن اللي مش مطمن له من اول ما شافه، فبيعترف إنيو ياما بانه قاتل مستأجر ومهمته يتخلص منه. بيندفع للهجوم عليه فبيصده جن وبتستمر معركتهم بالسيوف. اما موجين فبيعاني من اثار السم، وفجأة بيهجم اونيواكا عليه بس بيتفاداها. بيظهر ريوجيرو مع فو وبيسأله مش فاكرني ولا فاكر اللي عملته لإيدي؟ بيرد اعذرني ما بفتكرش الأوباش زيك. بيتعصب وبيأمر اونيواكا يقضي عليه، فبيعاني موجين بسبب تأثير السم. بيضحك ريوجيرو وبيقول له اخرك لحد الصبح وهتموت ده لو ما شربتش اللقاح. بيهجم موجين على اونيواكا اللي وشه بيظهر فبيتخض وبيصيح ما تبصش انا شكلي وحش، وبيبعده بضربه فبيقع وبيغرقه ريوجيرو كتعذيب قبل ما يقتله. لكن بتنط فو توقعه فبيقوم يلطشها وبيهددها انه هيتخلص منها الاول، لكن بيجي انيواكا يخنقه كدفاع عنها لحد ما بيموت في ايده. بيندفع موجين يهاجم اونيواكا اللي بيحاول يصده، لكن بتزعق فو وقفوا قتالكم، فبيسيب اونيواكا سيفه وبيطعن من موجين. بتساله فو ليه حمتني؟ بيرد عشان انت الوحيده اللي ما خفتيش من شكلي وتقبلتيني فما حسيتش بالوحده. بيكتشف اونيوياما ان زبونه اتقتل فبيوقف معركته مع جن وبيقول له ما بقاش عندي سبب اني اقتلك ما دام مفيش فلوس هستلم. بيتعارك موجين مع جن لكن بيقعوا من جوعهم وبيضطروا يسمعوا نفس المحاضره الطويله العريضه من فو عن الساموراي ابو ريحه عباد شمس وانهم المفروض يبطلوا قتال. بيوشوش موجين جن وفجاه بيقول لها انت بنت قادره محدش قدك وتعرفي تكافحي لوحدك، وبيجروا هما الاثنين من طرق مختلفه وبيسيبوها. بيدخل موجين يقعد في مطعم وسط عصابه ناجاتومي ياكل اكلهم وبيستفزهم بالكلام وهو بيمد ايده ياكل، لكن بيوقفوا واحد بسيفه فبيطلع الخله وبيغزوا بيها. بيهاجموا واحد بسكينه لكن بيكتف ايده وبيهدده بالسكينه. بيوقفهم الزعيم ناجاتومي وبيعبر عن اعجابه بقوه موجين وبيعرض عليه يجي وهيطفحوا كل الاكل اللي نفسه فيه. في نفس الوقت بتشوف اوسوزو ابوها دايجورو وهو بيتذلل لإيشي ماتسو من العصابة اللي بيقول له ممكن تدفع دينك عن طريق بنتك عادي. أما جن بيروح لراجل عجوز بيسأله عن طريقة يكسب بيها الفلوس. بيرد المدينة دي كانت تحت سيطرة عصابة كاوارا وزعيمها هيتارو كان طيب فعشنا في سلام، لكن من ساعة ما جت عصابة ناجاتومي والمدينة باظت، فلو عايز فلوس روح اشتغل حارس عند ناجاتومي. أما عند هيتارو بيروح دايجورو يطلب مساعدته. بيرد أنا مقدر تعبكم مع ابني سوسكي بس مادام معيش دليل ثابت على غشهم في الرهان مش هقدر اعمل حاجه. بيقترح ناجاتومي على موجين انه ينضم لهم في السيطره على البلاد. بيرد اللي حصل في جوله الرهان ده كان غش، فمش بعيد كلامك عن سيطره البلاد يطلع غش زيه. بيشوف جن افراد من عصابه ناجاتومي داخلين وسوسكي بيزعق لهم يرجعوا الفلوس اللي كسبوها بالغش من اوسوزو. بينزلوا ضرب فيه فبيقترح جن عليه لو عايز يشغله كحارس، وفي لحظه بيهاجمهم بسيفه وبيقطع لهم لبسهم فبيجيبوا ورا وبيوقعوا ورقة وهم بيهربوا. بتقابل فو في طريقها أوريو قارئة الطالع اللي بتحذرها من أي فازة تشوفها، لكن مفيش ثانيتين وبتكون كسرت فازة وبينصبوا عليها وبيقولوا لها لو عايزة تعوضي تمنها عندنا شغلانة ليكي. بيروح أفراد ناجاتومي يشتكوا لزعيمهم من جن وقوته، فبيتحمس موجين إنه يقبل الوظيفة. بيعترض إيشيماتسو عشان هو لوحده يكفي كحارس وبيتحدى موجين في قتال. بيكسر الباب وبيهجم عليه لكن بيتفاداه موجين وبيستمتع بقتاله. بيهاجموا إيشيماتسو لكن بيصدوا موجين من ظهره. بيرمي سلسلة أيد سيفه فجأة بس بيوقفهم ناجاتومي عن القتال وبيقول لإيشيماتسو يروح يجيب أوسوزو، فبياخدها بالغصب من دايجورو وبيقول له هنخليها تسدد دينك بالشغل. وبياخدوها على بيت دعارة مع فو اللي بتلاقي نفسها هناك عشان تسدد التمن اللي كسرته. بيتنكر جن كبنت مع سوسكي وبيدخلوا متخفيين للمكان، ومع أول واحد بيطلب منهم يعزفوا بيتخلصوا من تنكرهم وبيكتشف موجين وجودهم وبيتصدموا بفو اللي بتسألهم بتعملوا إيه هنا. بيهجم موجين على جن وبيتعاركوا وسط جري الناس وخوفهم. بيستغل سوسكي الفوضى وبيحاول يساعد أوسوزو تهرب لكنها بترفض. بيلف إيشيماتسو سلسلته يخنق بيها سوسكي وبيشده. بيرمي موجين الشباشب على جن اللي بيتفاداها وفجأة بيوقفهم ناجاتومي وبيحاصرهم برجالته. بيعترض موجين عشان وقفوا معركتهم وبيقتل في رجالة ناجاتومي. في نفس الوقت بيفجر جن قنابل وبيهرب مع سوسكي. بتقترح فو على أوسوزو إنهم يهربوا لكن بترفض عشان كده أبوها هيتقتل. بتقول لها بس انت كارهة إنك تقومي بالشغلانة دي، إزاي مخليينك كبنت تسددي ديونه؟ بترد هو ده معنى إن يكون عندك عيلة وروابط زي ما انت عندك عيلة؟ بترد ما عنديش، وبتفكر إن العيلة ممكن تبقى مصدر إزعاج. بيعترض موجين على ناجاتومي اللي بيقوله من النهارده مش محتاج تستخدم سيفك، خليك جنبي بس وهم هيخافوا منك. بيرد مادام الوضع هيبقى ممل ومش هيقاتل حد فأنا ماشي وسايبها لك. بيسأله
بجد هتتخلى عن كل اللي بقدمهولك؟ بيرد مش بثق غير في مهاراتي، فمش فارق كل ده معايا. وبيخرج يلاقي إيشي ماتسو بيقوله أنا زيك مش بثق غير في مهاراتي، بعد ما سبت عصابة كاوارا قلت هستخدم مهاراتي في حاجة أفضل، لكن اكتشفت إني مشيت في الطريق الغلط ومكمل فيه. بيرد ما تقعدش تختلق أعذار وتبرر لنفسك، عيش حياتك بالطريقة اللي انت عايزها. بيشوف سوسكي رجالة ناجاتومي بيضايقوا أوسوزو، فبيجري يطعن واحد منهم عشان ينقذها. بيبلغ إيشيماتسو هيتارو باللي ابنه عمله، وبياخده على ناجاتومي اللي بيقترح يحلوا الموضوع بالمؤامرة. لو فاز هيرجع له سوسكي، بس هيفرض سيطرته على منطقته، ولو هيتارو فاز هيسيب سوسكي عايش، ولو خسر هيمنح له حرية قتله. وبيتفق هيتارو إنه هيجيب رامي النرد وناجاتومي يجيب النرد عشان يعدلوا. بعد الاتفاق بيضحك ناجاتومي على غباء هيتارو، لأنه كل اللي محتاجه هو منطقته، فهيخسر عن قصد بعد ما يقتل رامي النرد بتاعه ويجيب رامي تاني من عنده يظبط له المؤامرة. بيقابل هيتارو جن وبيقول له حد زيك يقدر يقتل ناجاتومي بسهولة، لكني مش عايز دايرة ما بتخلصش من إراقة الدماء. وبيديله تميمة حظ يديها لسوسكي. بتقف فو مكشرة في وش الزباين عشان تبعدهم وما يشتروهاش، لكن بيجي زبون يقول لها هو ده ذوقي وبيشتريها، ومجرد ما بيحاول يقرب بيعضوا سنجابها، فبتستغل الفرصة وتكسر فازة على راسه وبتهرب لدار المؤامرة. بيكون موجين راح ينقذ فو من المكان، لكن بيكتشف ان مجهوده كان على الفاضي لانها هربت اصلا. بتوصل فو لدار المقامرة، واول ما بيشوفوها بيفتكروها رامي النرد اللي مش راضي يظهر، فبياخدوها ترمي النرد. بيحطوا رهاناتهم، لكن الفايز بيكون ناجاتومي. بيقبل هيتارو خسارته بصدر رحب، وبيقول له من البداية ما كانش عندي استعداد افوز ولا اخلي ابني يعاني تحت حكمك وسيطرتك على منطقتي، وزي ما وعدتك هوفي بوعدي، بس همنحك حياتي بدل من حياة سوسكي. وبينتحر هيتارو بالسيبوكو قدامهم. بيتصدم سوسكي وبيضحك ناجاتومي على غبائه بالانتحار عشان ده سهل الوضع عليه، وبيمسك سوسكي كرهينة يهدد بيها جن عشان ما يتحركش. فجأة بيكسر موجين الباب وبيدخل يقول لهم محدش جاي قاتلني، فقلت اما اجي اقتلكم بنفسي. بيقول له ناجاتومي لو قربت هقتل سوسكي. بيندفع وهو بيقول له ولا يفرق معايا، وبيهجم على رجالته ويقتلهم، وبيشترك جن معاه. بيستغل ناجاتومي الفوضى وبيهرب، وفي طريقه بيطلب المساعدة من إيشي ماتسو اللي بيطعنه وهو بيقول له انت عمرك ما وثقت فيا عشان كنت شغال عند كاوارا، ولا عمرك وثقت في حد من رجالتك، لان كل اللي بتثق فيه هو الفلوس. بيدي جن تميمة هيتارو لسوسكي اللي بيعرض على إيشي ماتسو يرجع يشتغل عنده، لكن بيرفض وبيقول له هكفر عن ذنوبي الأول بعدين هقبل عرضك. وبيطلب يقاتل موجين للمرة الأخيرة، فبتنتهي المعركة بضربة واحدة بيموت إيشي ماتسو منها وهو قاعد مبتسم. بيراقب الشرطي مانزو الفنان مونوروبو المشتبه بيه في حوادث اختفاء بنات مراهقات، ودلوقتي بيحاول يوقع فو اللي بتخلي موجين وجن يجيبوا فلوس تقضي سفرهم بمركب. فبيروح يوجين يضرب شوية ياكوزا تعبانين وبيجردهم من فلوسهم، فبيرجعوا لساوا اللي بتديهم فلوس تاني. أما فو بتتفرج على معرض مونوروبو وبتعجب برسمة عباد الشمس. بيعرض مونوروبو عليها إنها تبقى الموديل لرسمته الجديدة، فبتوافق. في نفس الوقت بيعرض العجوز روكيتشي على جن إنه يلعب الشوجي معاه، ولو فاز هيديه قطع ذهب، أما لو خسر هياخد حياته. بيوافق جن بما إنه محتاج الفلوس للمركب. بيضيع موجين الفلوس اللي جمعها على الأكل، بيبص يلاقي واحد من الياكوزا اللي ضربهم، فبيجري وراه بعد ما عرف إن معاه فلوس تاني. بيستمتع روكيشي بلعبه ضد جن وبيسأله اتعلمت فين؟ بيرد في دار دوجو. مدربي كان بيقول لي عشان أفوز في الشوجي أو السيف لازم يكون في تخطيط طويل المدى أتوقع فيه تحركات خصمي، بس عمري ما عرفت أفوز عليه في الشوجي. بيسأله والسيف؟ ما بيرضاش يرد على سؤاله. بيقرروا يكملوا اللعبة بكرة، وبيوقعها روكيشي وهو قايم بالقصد، لكن بيشيلها جن وبيحط كل قطع الشوجي في مكانها الصح، فبينبهر بذاكرته، بس بيغير مكان قطعة وبيقول له بمكر دي كانت هنا. من ناحية تانية بعد ما بيخلص مونوروبو رسمته بيجي الياكوزا يخطفوا فو وبيحطوها في برميل عشان ينقلوها كبضاعة الصبح. بيجري مونوروبو يلحق فو عشان حس بالذنب، لكن بتوقفه ساوا صاحبة المعرض وبتتودد له، لكن بيبعدها وبيروح ينقذ فو اللي بتسفعه ألم محترم فبيعتذر لها. بتقفشه ساوا وبيرجع البيت متبهدل، يلاقي موجين بيسأله عن فو. بيرد المعرض مجرد واجهة للرسومات، لكن في الحقيقة بيتاجروا في العبيد عن طريق الرسومات. بيوصلوا لمكان البراميل لكن بتكون اتاخدت، وبيطلع منزاوا الأهطل ما خدش باله إنهم مشيوا. بيجري موجين على المركب يلاقي الياكوزا فبينط يضربهم ويغرقهم، إلا آخر واحد بيكون جري بفو، فبيجري وراه وبيكسر باب المطعم عليه وبينزل ضرب فيه لحد ما بيخرج يلاقي جن بيلعب مع روكيشي اللي بيتهمه مانزو بتجارة العبيد. بيضحك روكيشي بعد ما جن فاز عليه وبيعبر عن فرحته بآخر مباراة شوجي لعبها قبل ما يتسجن وبيديله فلوسه. بتوصل فو والباقي لمدينة إيدو وبيسلموا سيوفهم مقابل اشتراكهم في مسابقة أكل،
والفايز هياخد ممتلكات المشتركين. بتبدأ المسابقة وبيستسلم المشتركين واحد ورا التاني، ما بيقدرش جن يكمل فبيعلن استسلامه، وبيلاقي موجين مش قادر يكمل فبيقول له لا يا روح خالتك كمل أنا عايز سيوفي، لكن ما بيقدرش موجين وبيقع. وعلى عكس المتوقع بتستمر فو في الأكل لحد ما بتتبقى هي ضد آيزاك الضخم اللي بتجاري سرعته في الأكل، لكن بتقرر تستسلم عشان في دبانة روشتها. بعد المسابقة بيعرض عليها آيزاك إنه هيرجع لهم سيوفهم مقابل إنهم ياخدوه يزور المناطق السياحية في إيدو. بيوافقوا، وفي الوقت اللي بيوروه فيه معالم إيدو بتكون الشرطة بتدور على آيزاك في كل حتة لأنه أجنبي ومفيش قانون بيسمح بدخول الأجانب. بيوصلوا للمطعم، وأول ما بيسمع موجين إنهم بيدوروا على أجنبي ولو لقوه يبلغوا عنه بيرد انتوا كده بتخلوني أخفيه وما بلغش عنه. بيطلب سيفه من آيزاك اللي بيرفض، فبيضطر يعاركهم من غير سيوفه. بيرمي جن الشاي على واحد وبيصد سيف التاني يكسره بالكوباية، أما موجين بيطيرهم برجله وبياخد آيزاك السيوف وبيهربوا. بيقول لهم آيزاك هتفرج على العرض الياماتو ناديشكو آخر حاجة وبعدها هرجع لكم سيوفكم. بينبهر بالعرض وبجمال البنت فبيصمم يروح يشوفها بعد العرض، ولكن بيتصدم بإنها في الأساس راجل. بيقول له ما عنديش مشكلة، بحب الناشف برضه، وبيحكي عن إنه هولندي في الأساس وجه اليابان عشان معجب بفكرة البوشيدو الخاص بيهم. بتدخل الشرطة عشان تقبض عليه، ولكن بيلاقوا قدامهم حراس أجانب. بيعارك موجين الشرطة وبياخد سيفه من آيزاك وبيخرجوا كلهم يتعاركوا على المسرح. بيوقفهم الحراس الأجانب وبيعلنوا عن هوية آيزاك الحقيقية وإنه رئيس مهم لشركة هولندية، وعشان مميز فقانون الأجانب مش بيطبق عليه. بيجي ميعاد توديعهم لآيزاك، فبتسأله فو لو يعرف معلومة عن ساموراي ريحته زي ريحة عباد الشمس، وبتوريه ميدالية ليها علاقة بيه. بيشوفها وملامحه بتتغير وهو بيقول لها خبي الميدالية وما توريهاش لأي حد عشان دي خطر، مش هقدر أفهمك أكتر من كده، بس لو عايزة إجابات على أسئلتك روحي لناجاساكي. بيكسبوا فلوس في رهان وبيروحوا يطلبوا أكل بيها، لكن بيخبط شينسكي في فو وبتكتشف بعدها إنه سرق فلوسهم، فبيجروا يدوروا عليه ولكن مش بيلاقوه. بيخبط شينسكي في كوروجو من الياكوزا وبيكتشف إن اللي سرقه في الأساس طلع مخدرات. بيقتحم موجين وجان بيت ست وبيسألوها لو عندها ابن، فبتنكر وبتطردهم بره البيت. بيقولوا لفو إن المعلومة كانت غلط، بس اقعدي هنا احتياطي وإحنا هندور في المنطقة لحد ما نجيبه من قفاه. من ناحية تانية بيتفق عميل مع شينسكي إنه هيظبطه في بيع المخدرات. بيرجع شينسكي لأمه المريضة وبيقول لها في صفقة شغل كويسة هتجيب لك تمن الدواء. بتقلق الأم وبتقول له اوعى تكون بتشتغل شغلانة توديك في داهية، ده حتى في 2 اقتحموا البيت وكانوا بيسألوا عليك. بيطمنها إن مفيش حاجة، وبترجع فو بعد ما سمعت كل ده بتكذب على موجين وجن إنها ملقتش شينسكي. تاني يوم بتقفشها الأم قدام البيت فبتفتكرها حبيبة شينسكي وبتاخدها تحكي لها عن إنه في سن محتاج لرعاية الأهل بس أبوه متوفي وهي مريضة. بيقول الصيدلي لشينسكي إن الدواء اللي أمه بتاخده مش هيشفيها لكن هيرجع لها شوية صحة، ولو عايز دواء يعالجها كويس يبقى يدفع كويس. بيمسك كوروجو عميل شينسكي وبيهدده لحد ما بيعترف مين أخذ المخدرات. في نفس الوقت بتمسك فو شينسكي وبتقول له أنا اللي سرقت منها المحفظة. بيحاول يهرب لكن بيجي كوروجو برجالته يحوطوهم، ولسه ما بيلحقش يقول لفو ما تصرخش بتكون صرخت، فبيستغل شينسكي الفوضى وبياخدها وبيهرب. بتشوفهم الشرطة فبتجري وراهم بس بيهددهم بفو وإنه هيقتلها. بيجيبوا ورا فبياخدها وبيدخل البيت. بتلاحظ فو إنه بينزف فبتعالجه وهي بتقول له أنا قابلت أمك بس عشان قلبي طيب، ما قلتلهاش إنك حرامي لأن لو عرفت هتموت من الخبر. بيرد ما تتكلميش كأنك عارفة إحنا بنمر بإيه. بتقول له عارفة اللي بتتكلم عنه والمفروض على الأقل تكون ممتن إنها لسه عايشة. أنا أبويا ما شفتوش وأمي كنت بعصيها طول الوقت وخليها تقلق عليا لحد ما ماتت من سنة، فما عرفتش أقول لها كل اللي نفسي أقوله لها فعلا. بيرد أنا محتاج فلوس ومفيش أماكن قانونية هتوظف عيل زيي. كل اللي بيقولوا الفلوس مش مهمة هم أكتر ناس معاهم فلوس لأن من غيرها محدش قادر حتى يشتري دواء كويس. بيلاحظ موجين وجود الحرامي في البيت فبيصور ولكن بيكتفوه. في نفس الوقت بيدخل كوروجو للبيت من ورا عشان ياخد مخدراته من غير ما الشرطة تعرف. بيفك موجين نفسه وبيكسر باب البيت ويدخل. بيلاقوا الشرطة جاية فبيرمي شينسكي المخدرات في الهواء وبيتعاركوا كلهم مع بعض. أما شينسكي قبل ما يهرب فبيقول لفو مش هنسى جميلك معايا ولو قابلتك تاني هردهولك فما تنسنيش. بتجري تلحقه بس بتلاقيه يتحاصر من شرطي فبتشوفه وهو بيتقتل قدامها وبتعيط. بتقف قدام بيت أمه اللي بتسألها هو حصل له حاجة؟ قلبي حاسس إنه حاجة حصلت بس هتقبل موته لأنه بكده دفع تمن أعماله الوحشة اللي قام بيها. بتحاول فو تدافع عنه لكن بتلاقي أمه بتعيط عليه رغم كلامها القاسي. بيتعب موجين والباقي من اللف والدوران والجوع وريحتهم المعفنة وكونهم مش لاقيين مكان يباتوا فيه. بياخدهم صاحب محل رهان وبيجبروا جن إنه يراهن بسيوفه لأنها الأغلى، لكن صاحب المحل بيحط عينه على نضارته وبياخدها فبيروحوا ياكلوا بفلوسها في مطعم. بيدخلوا ناجاميتسو ينبهر بجمال فو فبيخلي مساعده شينباتشي يعرض عليها تخرج معاه. بتسأله وليه هو ما يجيش يطلب بنفسه؟ بيرد عشان مكسوف،
فبترفضه لحد ما بيجي بنفسه يتباهى قدامها ويديها عنوانه ويمشي. بتعيش فو الدور وبتقول لهم الشهرة والجاذبية صعبين عليا جدا وبيرهقوني، وفي نفس الوقت بتعزم بودوكيبا موجين وجن على الساكي وبتعرض عليهم يجوا معاها. بيوافق موجين وبيقول للفو الشهرة والجاذبية صعبين ومرهقين جدا، وبيروحوا يشربوا في روبونجوي معاها. وفي الخباثة بتقرب بودوكيبا من موجين وبتحط له مخدر في كوبايته. من ناحية تانية بتكون فو بتسمع خزعبلات ناجاميتسو عن إنجازاته في الحياة وقتاله لمحاربين كتير، لحد ما قرر إنه يقاتل المحارب إنشيرو اللي عمره ما اتهزم. لكن على ما وصل اكتشف إنه اتقتل من تلميذه الموهوب جن أبو نظارات نادرة. بتسمع فو الاسم وبتعمل نفسها عبيطة ما تعرفش بيتكلم عن مين، وبتقرر تخلع. تاني يوم بتلاقي موجين وجن مرميين قدام السكن، وبودوكيبا أخدت كل فلوسهم. بتخليهم يكسبوا فلوس ويعملوا عروض ترفيه للناس يخبوا عيونهم، وبيقطعوا البرتقال من فوق راسها بسيوفهم. بياخدوا الفلوس وبيروحوا لمحل الرهان يسترجعوا النضارة. بيلاقوا ناجاميتسو اللي بيتصدم أول ما بيشوف جن بيلبس النضارة، فبيعرف إنه هو جن من مدرسة موجوتشين كينجيتسو. بيعرفه أوجورا بنفسه وبيتحداه في نزال عشان ينتقم من قتله لإنشيرو، وبيقول له ده أنا حتى جيت على نفسي وبقيت تابع للبق ناجاميتسو عشان خاطر ألاقيك. ليه خنت مدربنا؟ بيرد ما خنتش، لكن مش هورر لك لأني قتلته فعلا ودي الحقيقة. بيندفع أوجورا لكن بيصد جن ضربته مرتين. بيهجم التالتة وبيصدها جن، وبيهجم الرابعة فبيدوس جن على سيفه وبيوقعه وبينهي القتال. بيقول له أوجورا اقتلني بس ما تنساش ان طلاب كتير هدفهم يتخلصوا منك. بيرد هسيبك عايش، فروح قول لهم اني مستعد لأي قتال. بيلاقي ناجاميتسو كلبه المفقود فجأة، وبتيجي بودوكيبا اللي بتطلع مراته في الأساس وبتقرب من جن وتعتذر له على اللي جوزها عمله، وبتنصح فو ان الرجالة كلهم بهايم فلازم تشد عليهم وتعاقبهم. وأول ما بتمشي بيكتشفوا انها سرقت فلوسهم تاني. بيكملوا طريقهم وسط الجوع والفقر لحد ما بيلاقوا راهب بيسمح ليهم بالأكل والنوم مقابل التنظيف. في طريق فو للمعبد بتسمع عن تسوجي كيري بيستهدف الساموراي الأقوياء وعلى راسه جايزة. بتاخد فو موجين وبيسألوا عن التسوجي كيري، فبيقول لهم واحد إنه احتمال كبير يستهدف موموي. اللي بيروح موجين يسأله عن التسوجي كيري فبيفهموا غلط وبيفتكروا التسوجي كيري وبيهاجموا رجالته، لكن بيضربهم موجين كلهم. فبيتفزع موموي وبيقول له وربنا يا اسطى انا هش واضعف من القش بس عملت لي سمعه تشهر بيها. بتسأل فو راجل تاني بيقول لها ان التسوجي كيري بيقتل الناس بطريقه غريبه، وهي انهم بينزفوا من كل جسمهم من غير ما يتعوروا. بيحاوط شويه بلطجيه تسوجي كيري عشان خبط فيهم بالغلط، فبيقطع واحد منهم وهو بيقول لهم ما عنديش وقت اضيعه على الضعاف زيكم. من ناحية تانية بيقطع جن الخشب فبتطير خشبة منهم ناحية الراهب، وبيستغرب جن من قوة ملاحظته وإنه مسكها في ثواني. أما موجين بيقعد جنب التسوجي كيري اللي بيعزم عليه بساكي وبيقصد يوقع الإزازة من إيده، لكن بيلحقها موجين وبيسأله لو يعرف حاجة عن التسوجي كيري. بيرد مش مهتم بحوارات العوام، بس في قصة عن راجل خبير بيتسلق الجبال العالية يوم ورا يوم بيتسلقها، بس ما حدش من الناس صدقه عشان عمرهم ما شافوا الجبل، ففضل يتسلق بغرض إثبات عظمته ومجهوداته للناس لحد ما في الآخر خلى الجبال موطنه وتحول لشيطان. بيرد موجين أما قصة عبرة بنت مهمة بصحيح. بيسيبه وبيمشي بس بيلف في ثواني بسيفه وبيقول له أنت اللي تسوجي كيري. بيضحك وبيطلع سيفه وبيقف بوضعية غريبة وبينزل بسيفه على موجين اللي بيصده بس بيوجع له دراعه من قوته. بيهجم على راسه لكن بيتفاداه موجين فبيضحك، وقبل ما بيتقفش من الشرطة بيقول له يوم ما القمر يبقى كامل قابلني هنا نكمل معركتنا. عند جن بيرفع سيفه فجأة على الراهب وهو بيستحمى، وبعدها بيعتذر له عشان حاسس سرعة حركته مش مناسبة لراهب عادي. بيرجع موجين وبيلاقوا ايده بتنزف من قتاله مع التسوجي كيري. بيقول لهم سيفه كان غريب كأن في رياح بتخرج منه ومجرد ما تلمس الرياح جسمك بتجرحه. بيقول لهم الراهب عن ان التسوجي كيري اسمه الحقيقي يوكون، وهو واحد من تلاميذه في دار الدوجو وكان محترف. وفي يوم بعتوه في مهمة عسكرية بحرية، لكن السفينة اتدمرت ومات كل اللي عليها إلا هو نجا، ولقى نفسه على جزيرة فيها ناس بيمارسوا فنون قتالية غريبة. وبعد 10 سنين رجع للراهب وكان يعتبر شخص تاني، لدرجة انه غير اسمه لشوريو وقال له ان فنون السيف ضعيفة وبلا هدف، وانه اتعلم فن قتال الهاكي اللي بيقضي على الخصم بالطاقة الداخلية مش بالقوة، وان هدفه يعلم الساموراي الكسالى الضعاف فنون قتالية تفيدهم. بيقرر يدربهم فعلا بس بينتهي الحال بيه بقتلهم. بيزعق له الراهب انت فاكر الفنون القتالية معمولة عشان تقتل راجل ضعيف وسط التدريب؟ بيرد الفنون القتالية معمولة لقتل الخصم وسلب حياته بمجرد اتقانها. بيطردوا الراهب من الدار فبينفعل شوريو عليه وبيهاجمه بسيفه وهو بيقول له انت خايف انك تتهزم على ايدي، وبيمشي وهو بيضحك. ساعتها بيلاحظ الراهب ايده اللي بتنزف. بعدها اتعامل شوريو معاملة الملحد في كل مكان ومفيش دوجو قبل بيه، فبقى يقتل كل مدربينهم. بيقول لهم الراهب عشان كده اترهبنت بسببه وقررت اكفر عن الخطايا بتاعتي، لكن عايز حد يوقفه عن قتل الناس. بيرد موجين كلامك حمسني اني اقضي عليه،
وبيتدرب الأيام الباقية استعدادا لمعركته مع شوريو اللي بيروح يقابله، وبيندفع موجين بسيفه بس بيصده شوريو وبيوقعه من قوته، فبيتكسر الجسر وبيقع في النهر. بيقوم يهاجمه وبيصده شوريو لحد ما بيحدفه بعيد وبيسأله ليه بتقاتلني؟ عشان المكافأة اللي عليا؟ بيرد مش مهتم بيها دلوقتي، انا مستمتع بقتالك. وبيكملوا معركتهم، فبياخد موجين نفس وضعيته القتاليه وبضربه منه على ضربه من شوريو، سيوفهم الاتنين بتطير وبيتجرح موجين، بس بيكون جرح شوريو بنفس طريقه جرحه لايده. بيقف شوريو مصدوم انه اتقن جزء من اسلوبه القتالي، فبيندفع ناحيته يقضي عليه بايده، لكن بيطلع موجين سيفه التاني وبينهي حياته بيه. بيلاحظ جان شينو الواقفه على الجسر، فبيقول لها باين عليكي عايزه تنتحري، بس انا لو مكانك كنت هختار مكان غير ده وعميق اكتر يضمن انك تموتي. بترد انا كنت بتامل في النهر بس مش ناوي انتحر، وبتمشي وتسيبه. فبيكمل طريقه على مطعم وهو فاكر انه رايح وظيفه هيقطع فيها حاجات بسيفه. ما بيصدق صاحب المطعم انه جه وبيقول له ما هي دي برضه بتقطع فيها عادي، خد مكاني بس وكده كده محدش هيجي لك في المطر ده. بتيجي شينو تطلب منه وبتلاحظ انه فاشل مش عارف يعمل اي حاجه، فبتساعده وبتفهمه ازاي يقطع تعبان البحر ويشويهم. بيتجمع ناس كتير يطلبوا ياكلوا، فبتقوم هي بالشغلانه، وفي اخر اليوم بتستوعب انها في الاساس جت تاكل. بيقرر جن يطبخ لها بعد ما اتعلم منها، بس بيديهولها محروق، فبتقول له مش لازم تحمره بضمير لدرجه تفحيمه يعني. بعد ما بتاكله وقبل ما بتمشي بتشكره على الذكريات الاخيره الجميله، وبتقول له من بكره مضطره اني اشتغل في بيت دعاره عشان جوزي مديون وانا الضمان، فده اخر يوم ليا اتمشى فيه براحتي. بيروح لها جن تاني يوم يديها شمسيتها اللي نسيتها. بترد مش عايزاها لاني مجرد ما دخلت هنا هفضل محبوسه ومش هتفرق المطره من غيره. من ناحيه تانية بيدرب موجين الخنفسه بتاعته عشان تكسب في سومو الخنافس. بتزعق له فو لانه المفروض يشتغل ويجيب فلوس، فبيقول لها اصبري على رزقك هخليكم تلعبوا بالفلوس لعب، وبياخدها للمسابقه معاه. وعلى عكس المتوقع بيكون تدريب الخنفسه نفع وبتفوز. بيرجع جن لمكان شينو، فبيسالوا البياعين لو عجبته واحده فيهم. بيرد معيش فلوس، فبينزلوا ضرب وطحن فيه لكنه بيكون مستسلم ضربهم. وبيرجع هلكان لمكان موجين وفو اللي بيلاقي معاهم قطعه ذهب، فبيطلب يستلفها منهم وبياخدها وبيروح يشتري شينو، وبيحاول يقنعها بالهروب من المكان. بتقول له صعب، ده غير انك مش هتقدر تشتري حريتي حتى لو قعدت 100 سنه تجمع في فلوس. ما توقعتش الحال يوصل بيا لدرجه كوني اتجوزت راجل غني لكن كان بيرمي فلوسه في القمار. على السيره بيجي جوزها يقول لها بكل بجاحه معكيش قرش كده ولا كده، انا عارف الزباين بيكرموكي. بترفض فبيضربها وبيهينها لحد ما بيكتفوا جن، لكن شينو بتخليه يسيبه بدل ما يعمل مشاكل. بالليل بيقوم جن فبتساله فو هتروح تهرب معاها؟ انت واقع في حبها؟ بيرد لو ما رجعتش كملوا رحلتكم من غيري. وبيكون موجين سامع حوارهم. بيروح جن يقول لشينو على الهروب وان في معبد جنب نهر تقدر تطلب منه الطلاق. بترد حتى لو اخدوني هفضل سجينه عندهم لمده 3 سنين مش هخرج. بيسالها انت كنت ناويه تقتلي نفسك في اول يوم شفتك صح؟ بترد لو ما كنتش قابلتك كان زماني ميته. وبتقرر تهرب معاه، فبترمي نفسها من الشباك وبيمسكها جن وبيجروا، لكن بيتحاصروا من الناحيتين. بيقاتلهم جن وبيجي موجين يساعده وبترمي له فو سيوفه، فبيتحدوا في التخلص منهم. وبتوصل شينو للنهر فبيلحقها جوزها وبيقول لها اكيد ما بتفكريش تهربي مني. بترمي له فلوس في وشه وبتقول له ده تمني اما كنت مراتك، وبتمشي بالمركب قبل ما بيمسكها الحراس اللي بيتخلص منهم جن. بيوصلوا لجزيره وبتتاثر كوزا اول ما تشوف موجين، وفجاه بيهجم عليهم باقي المرتزقه وبتوشك المعركه تبدا، لكن بيجي موكورو يوقفهم بسلاحه وبيطلع ليه ماضي مع موجين اللي مش طايق خلقته. بيعرض عليه موكورو عملية سرقة كبيرة مقابل مبلغ ضخم، لكن بيرفض موجين وبيقول له أنا مهمتي دلوقتي أحمي جن وفو. بيستهزأ موكورو بيه وبيقول لهم ده من إمتى بيحمي الناس ده؟ انتوا عارفين كام شخص قتلوا؟ بيتنرفز موجين وبيهدده بسيفه، فبيضحك إنه أثبت كلامه. بيمشوا وبتحكي كوزا لفو إنها أخت موكورو وكلهم كانوا مع موجين في جزيرة ريوكو مستنقع المجرمين، وبتعبر عن رغبتها في وجود موجين جنبها وإن نفسها أخوها يموت. بتدور فو وجن في القرية وبيستغربوا إنها مهجورة وما فيهاش أي أثر للحياة. في نفس الوقت بيدور موجين على مركب يروحوا بيه لناجاساكي، فبيلاقي موكورو قدامه بيسأله باستفزاز معقول نسيت السواد المعشش جوه قلبك؟ بيفتكر موجين ماضيه وقت ما اتمسك من الشرطة اللي قرروا يعدموه. بيقول لهم الجحيم مش فارق معايا لأني كنت عايش في جحيم طول حياتي، بس فكرة إن أموت على إيديكم مش عجباني. وبينط في البحر قبل ما يقتلوه. بيتحدى موكورو موجين وبيقول له اللي هيسيب الحصان الأول هو الخسران، ولو فزت هتشترك معايا في السرقة. بيبدأ السباق وبينطوا فبيطلع موجين هو الخسران. بيتوصل جن لاستنتاج إن عصابة موكورو اتخلصوا من كل أهالي القرية باستثناء الشباب اللي خلوهم يقتلوا بعض لحد ما تصفصفوا على المتبقين دول. أما موكورو بيشرح الخطة لموجين إن أول ما السفينة تقف على المينا للراحة والأكل هينفذوا الخطة. بيسألوا موجين أنت إزاي عارف كل المعلومات دي؟ بيرد عندي جواسيس على السفينة. المهم دلوقتي إني هشيل برميل فيه قنبلة وهفجره،
تكونوا انتوا في الوقت ده بتضربوا سفينتهم، وبعدها هنقلب الدنيا فوضى كالعادة. بتيجي كوزا تسأل موجين تفتكر لو اتولدنا بمكان تاني كنا هنبقى مبسوطين؟ هل انت مبسوط دلوقتي؟ بيرد ما فكرتش في السؤال ده قبل كده. بتقول له على الأقل شايفاه إن فو مبسوطة عشان معاك، أنا كمان عايز أبقى معاك زيها، عايز أهرب من هنا، تعال نهرب مع بعض. بيرفض بكل برود وبيمشي. يوم تنفيذ الخطة بيقول موكورو لكوزا أنا هقتل كل رجالتي، ومجرد ما المهمة تخلص هنتجمع مع شيرين. بيخبط موجين في السفينة وبيكتشف إنه فخ ومجهزين له. في نفس الوقت بتروح كوزا تطلب مساعدة فو وجن. على ما بيروحوا بيكون المركب بيتحرق وبينفجر بعد ما رمى موكورو القنبلة فيه. بيتفزعوا وبيرفضوا يصدقوا موت موجين اللي بيكون بيغرق لأعماق البحر، وبيسترجع ذكرياته أما نيجي في الجزيرة، بس وقع من الجوع والتعب وكان فاكرها النهاية. ساعتها جت كوزا عالجته وقعدوا يتأملوا في النجوم، فبتقول له مش من العدل إنهم يبقوا بالجمال ده وسط القبح اللي عايشين فيه. بيرد هما مش شايفيننا أصلا، بالبعد ده هنبقى زي حبات الرمل. بتقول له أنا معرفش مين أبويا، وأمي اتقتلت على إيد موكورو، نفسي أهرب من الجحيم الأبدي ده. بيجي لهم موكورو في يوم وبيعرض على موجين يتحد معاه، لكن بيرفض وبيقول له مش طايق سحنة أهلك. بيرد أنا وإنت قوتنا فريدة وتربينا في نفس الجحيم الأرضي ده، ونعتبر في أسفل القاع، يعني من الأساس ما عندناش حاجة نخسرها. وبياخده يوريه سفينة وبيقول له هنسرقها ونهرب بالبضاعة من الجزيرة. بيروحوا يسرقوها لكن بيغدر بيه موكورو وبيسيبه يتمسك من الشرطة اللي بيقرروا يعدموه، لكن بيهرب وبيرمي نفسه في البحر. بتقول كوزا لجن عايزة أنتقم من موكورو عشان قتل موجين مرتين. من ناحية تانية بتدور فو على موجين لحد ما بتلاقي عامل بيصرخ إنه اصطاد جثة، لكن بيكون موجين، فبتلحقه وبتنظف جسمه. بتسمعه بيطلب أكل، وأول ما بتسيبه بيفوق. بيحذر موكورو من إن شيرين بيقول لكوزا على مخبأهم اللي فيه الذهب لمجرد إنه معجب بيها. بيرد أنت فاكرني عملت كل ده عشان مجرد مشاعر وهمية؟ حبي الحقيقي هو الفلوس. بتوصل كوزا لمكان شيرين وبيقفل موكورو عليهم. بيبص يتصدم بجن قدامه، بيندفع يجرحه بسيفه بعد ما تفادى الرصاصة، وبيلف ينهي حياته بطعنة في ظهره. بيقول له موكورو احنا مغفلين واتخدعنا منها. بيلاقي كوزا اختفت مع شيرين، فبيرجع يلاقي موجين بيكافح وبيقول له هدفع موكورو الثمن. بيرد انا قتلته. بيسأله قلت ايه عشان شكلي هعملها معاك؟ بيرد قتلته، بس احنا الاتنين اتخدعنا من كوزا. بيوصل موجين لمكان كوزا مع شيرين اللي بيندفع يتخلص منه، لكن بيموت بضربة واحدة. بتترعب كوزا وفاكرة انه هيقتلها، لكن بيعدي من جنبها بكل هدوء وبتعيط وهي بتصرخ اقتلني ما تسيبنيش اقتلني معاه. وسط الغابة بيجري اوتو من عصابة عايزين يمسكوه، فبيقرر يتخلص من اللي عايزينه في النهر. في نفس النهر بيحاول جن يصطاد سمكة عشان يبطلوا تنمر عليه، وفجأة بينط وبيرجع يوريهم كيس مليان فلوس. مش بيصدقوا انهم اخيرا هيعيشوا حياة الاغنياء المرفهة. بياخد موجين جن وبيروحوا يشتروا ستات بفلوسهم اللي بيشوفها الزعيم كاكينوجي، وبيعرف ان رجالته فشلوا في مهمتهم. بيدخلوا اوتو الممسوك وبيقولوا له ده عامل حاول يهرب من المسبك الارضي، فمسكناه وعذبناه بكل الطرق عشان ينطق، لكن شكله متدرب جامد ومش راضي يعترف. بيلاقوا ان الشرطة السرية عرفت بتزويرهم للفلوس. بيسألهم كاكينوجي كم حد جه في نفس وقت اوتو هنا؟ بيردوا 4 أو 5 اشتغلوا في المسبك تحت الارض، اما فوق الارض فما فيش الا ياتسوها اللي بتكون بتتصنت عليهم وبتطلع من الشرطة السرية. بتخلي موجين يفقد وعيه وبتجهز للمشي، لكن بتتفاجئ بيه فاق ومصمم مش هيسيبها. بتهجم عليه بكل الطرق والأسلحة لحد ما بيكتفها. بتقول له الحق بص في بنت جامدة وراك، وأول ما بيلف بتضربه فبيقع بس بيفضل متماسك. بتقول له شكلك قوي، فلو اتخلصت من اللي في الأوضة جنبنا هكون شاكرة ليك، وما تخافش هظبطك جامد. بيدخل يقضي عليهم كلهم في ثواني وبيسألها ها هتعملي ايه؟ بترد يو معلش نسيت، خلينا في أوضة تحت مودها رايق، وبص هولع لك الدنيا. بينزلوا تحت يلحقوا كاكينوجي قبل ما يعذب باقي زمايلها. بتقول له هقبض عليك وكل الموجودين بتهمة تزوير الفلوس. بيرد وفين الدليل؟ انتوا الاتنين بس؟ بسيطة، هقتلكم وعددنا كده كده اكتر منكم. بتوشوش موجين طبعا انت عارف اللي فيها، فاقضي على كل الموجودين وهكافئك جامد جدا، اوعى تشك في كلامي. بيندفع موجين وبيتخلص منهم معاها، وفي نفس الوقت بيوصل شوية منهم لمكان جن اللي بيتأكد من شكوكه في الفلوس وبيقضي عليهم في ثواني. بيستمروا في ضربهم لحد ما بيقضوا عليهم كلهم، وما بيبقاش إلا كاكينوجي اللي بيندفع يهجم على موجين، فبيوقعوا وبتنزل ياتسوها من فوقيه تقضي عليه. بتشكر ياتسوها موجين فبيقول لها سيبك من الشكر وخلينا في المهم ووعدك ليا. بترد الحق بس في بنت تانية مزة وراك،
وبتضربه وبترميه لقيط عند الشجرة، وهي بتعلن إن المرة الجاية اللي هتشوفوا فيها هيكونوا إن شاء الله في قاعة اللؤلؤة للأفراح. بيسمعوا عن الشبح يوشيتسوني بيعيش جوه الغابة وبيحذرهم الناس ما يعدوش منها، لكن موجين حتى بعد ما شاف دب كبير مقتول بيقرر ياخدهم لطريق مختصر، وبيقول لهم مش حاسين بفضول وإثارة ناحية الشبح. بيتفق معاه جن، بتقول لهم فو أكدتولي شكوكي بإنكم مش مهتمين تلاقوا ساموراي عباد الشمس، وكل اللي عايزينه هو إنكم تبقوا معايا عشان مفيش في حلاوتي. بيرد موجين بما إن أكتر حاجة بكرهها هو سوء الفهم فهقولها لك في وشك، الساموراي اللي بتدوري عليه أنا مش مهتم بيه أساسا من البداية، إنما إننا معاكي عشان حلاوتك يا شيخ روحي العبي بعيد. بتسأله طب ليه فضلت معايا طول المدة دي؟ بيرد عادي مفيش سبب عميق، حتى الشحطة باربع عيون ده نفس رأيي، إني أمشي مع واحدة ما عندهاش جاذبية زيك دي حاجة مملة. بيقف جن قدامها وبيقول له لاحظ إن كلامك جارح، فبتفتكروا فو إنه هيدافع عنها، لكن بيكمل ما اسمحلكش توصفني بالشحطة باربع عيون. بيسألها موجين وبعدين إيه ساموراي ريحته عباد الشمس ده؟ أنت حتى ولا عارفة اسمه ولا شكله ولا حي ولا ميت؟ بترد أنا واثقة إنه حي ولازم أشوفه وأضربه. بيستفزها موجين وبيتمادى بكلامه لحد ما بتقول له ما اشوفش وشك الزنخ ده قدامي تاني. بيرد انا اللي مش عايز اشوف سحنتك الازنخ منها دي. وبيتفرق كل واحد في طريق. بيحس جن بحد بيهجم عليه فبيصده بسرعه، اما فو السنجاب بيسيبها فبتجري وراه وبتقع، بس بتفضل متمسكه بحبل وما بتقدرش تتحرك. اما موجين بيفتكر انه كان عايز يقتل جن قبل ما يمشي فبيرجع لطريقه، ولكن بيوقفه سهم بيترمي عليه من اوكورو اللي بيكمل رمي اسهم. بيتفاداه موجين لحد ما بيقرب منه. بيسأله اوكورو انت تابع شرطة مقاطعة ماتسوماي؟ بيرد ايه المقاطعة دي وانت مين من اساسه؟ ما بيردش اوكورو وبيمشي. اما فو ما بتقدرش تتمسك بالحبل اكتر من كده وبتقع. في نفس الوقت بتستمر معركة جن اللي بيقطع قناع عدوه، فبيظهر يوكي مارو وهو كان زميل معاه في الدوجو. بيقول له انا عكس اللي جم عشان ينتقموا للمدرب اللي من ساعة ما قتلته مش بيبطلوا كلام عنك، فانا جاي اقتلك واعمل لي سمعة زي سمعتك. بيكملوا عركتهم وبيفتكروا ايام تدريبهم زمان لحد ما بيقول له جن مش عايز اقتلك. بيرد مش هتقدر تقتلني اصلا. بيقول له ما تستحقش انك تتقتل لانك هتلوث لي سيفي. بيتعصب يوكيمارو وبيندفع للهجوم بسيفه، وفي المقابل بيصده جن لحد ما بيوصل للحافة وبيسأله هنكمل قتالنا لحد ما نقع في الجحيم؟ ما عنديش مانع تقول لهم انك قتلتني وتعمل لك سمعة زي ما انت عايز، لان في الاساس حالي حال الميت. وبينط من الجبل وبيسيبه. بتغرق فو وهي بتستنجد من جواها بحد ينقذها، وبتعدي عليها ذكرى الطفولة وهي بتجري ورا ساموراي عباد الشمس بس بيختفي من قدامها، وبتتعفن ظهور عباد الشمس. فجأة بتصحى تلاقي نفسها جوه كهف وأوكورو أنقذها. بيخليها تاكل وبيداوي جرح رجليها، فبتفضفض له يمكن يداوي جرح قلبها، وبتقول له كنت بسافر مع 2 بهايم بس اتخلوا عني ودلوقتي بقيت وحيدة، بس مش فارق معايا لو كنت مت، لكن ما كنتش عايزة اموت غرقانة كده هتنفخ لضعف حجمي مرتين، المفروض اموت وانا جميلة. بيرد في قريتي القديمة الكل مات من مرض معدي، حتى مراتي وبنتي ماتوا بيه، وعشان كده بسافر لوحدي، فاللي عايز اوصلهولك ان الموت ما فيهوش جمال غير جمال عبد الناصر. بيطلع جن من البحر وبيلاقي فرد دفو مرمية فبياخدها. بتيجي شرطة مقاطعة ماتسوماي تحاوط موجين وبيأمروه يسلم نفسه وهم فاكرينه أوكورو. بيهجموا عليه فبيضربهم وبيخلص عليهم واحد واحد لحد ما بيقول لهم انتوا غلطانين، ليه فاكريني أوكورو؟ بيردوا عشان اتقال لنا انه بيلبس لبس غريب فبندور عليه. بيرد وانا كمان بدور عليه، بس ماله عمل ايه؟ بينسحبوا من غير ما يردوا، بس بيمسك موجين واحد فيهم يهدده يعترف. في نفس الوقت بتطلب فو من أوكورو انها تسافر معاه، لكن بيرفض وبيقول لها انا واحد مستهدف، لو لقوكي معايا هيقتلوكي فارجعي لاصحابك. بترد الاوغاد دول مش اصحابي. بيقول لها مجرد ما سافرتوا مع بعض بقيتوا عيله واخوات. بتساله وانت هتسافر لوحدك؟ بيرد معايا مراتي وبنتي جنبي دايما. بيحكي الشرطي لموجين ان اوكورو مريض في عقله واباد افراد قريته بالكامل وقتل مراته وبنته وكل الجنود اللي جم يقبضوا عليه. بيسيبوا موجين وهو مستغرب وبيحذروا من انهم يقفوا في وسط قتالهم لانه هيقتلوا بنفسه. بيلاحظ جن شرطة ماتسوماي فبيروح يتنصت عليهم وبيسمعهم بيقولوا انهم هيتخلصوا من اي حد يعترض طريقهم في القبض على اوكورو اللي بيفتكر ماضيه اما رجع القرية لقاها بتتحرق ومراته وبنته ماتوا قدام عينيه. ساعتها انطفى شغفه في الحياة واتغيرت نظرة عينه. بيقاطع موجين عزفه وبيقول له ألحانك شبه الألحان اللي كنت بسمعها وأنا صغير مع إننا مولودين في أماكن مختلفة. ضباط ماتسوماي بيقولوا إنك اتجننت بسبب مرض، بس أنا شايفك طبيعي وعايز أواجهك راجل لراجل.
بتصحى فو تدور على السنجاب بتاعها اللي سابها وراح مع اوكورو، وفجأة بتصوت. بيجي جان جري فبتقول له شفت خيال لشيطان، وبعدين بتستوعب الموقف فبتسأله ايه اللي جابك؟ بيرد ما تفتكيش اني ندمت ولا حاجة، ده بس فردتك وقعت ففكرت انك غرقتي. بتسأله ويا ترى كنت هتحتفظ بيها كذكرى؟ بيرد لا كنت هحطها على جثتك. بيسألوا هما الاتنين في نفس اللحظة عن موجين اللي بعد ما بيسمع ماضي اوكورو بيقول له عينك عين واحد ميت او حي كجسم بس تايه مش عارف وجهته. بيهجم يوكيمارو فجأة على جن وبيقول له مش هحلك الا لما اقتلك، وبينزلوا دب وهب في بعض لحد ما بينزل جن سيفه، فبيندفع يوكيمارو يطعنه، لكن في لحظة بيكون هو اللي اتطعن. بيقول لجن انا كدبت اما قلت اني عايز اعمل لي سمعة، الحقيقة اني كنت عايز ابقى موهوب زيك. في نفس الوقت بيتعارك موجين مع اوكورو اللي بيرمي سهامه فبيتفاداه موجين لحد ما بتخلص وبيهجم على سلاح اوكورو. فجأة بيجي ضباط ماتسوماي يهجموا عليهم وبيشوفهم جن وفو اللي بتسمع سيرة اوكورو على لسانهم فبتجري. بيسألها جن انت تعرفيه؟ بترد ده اللي انقذ حياتي. بيتريق انت حس المسؤولية عالي عندك كده ليه؟ بترد ما لو كلنا منعدمي الاحساس بالمسؤولية كان زماننا كلنا بقينا لطخة زيك. بتلاقي السنجاب رجع لها واوكورو سلم نفسه وبيقول لهم على حقيقة اليوم، وان الضابط اللي جري القرية ما انقذهاش لانه كان خايف المرض يعديه فقرر يحرق القرية. بيقولوا له حتى لو الكلام ده حقيقي الاوامر هي اننا نقبض عليك. بيرموا الاسهم عشان سمعوا صوت فبترشق في اوكورو. بيتعصب موجين عليهم وبيقتلهم وبيجي جان يساعده. بيحاول شرطي يقتل اوكورو اللي بيصد سيفه وبيطعنه. بعدها بيروح يرمي نفسه من فوق الجبل وهو بيتحرق، بس موجين بيكون واثق انه لسه عايش وما ماتش. بعد ما الدنيا بتهدى بيسأل موجين فو لسه عايزه تدوري على ساموراي عباد الشمس؟ بترد ايوه لانه شبه انتقام لامي. بيقول لها مضطر اروح بس معاكي لناجازاكي عشان سمعت ان فيها اكل حلو. فبتضحك وبيكملوا رحلتهم اللي بدأوها. بتدخل يوري على فو تطلب مساعدتها فبتخبيها. بيجي كيكومارو ومساعده يسألوا عنها ويهددوا فو، لكن بتصمم ان محدش جه فبيقرروا يسيبوها. في نفس الوقت بيعدي موجين وبيستغرب من عملة على الأرض عليها صورة المسيح، فبيقول له الراجل ده اختبار الفيومي فدوس عليها لو مش مسيحي. بيرد ما بحبش حد يقول لي اعمل حاجة لأن ده بيخليني أعند وما اعملهاش، عارف لو قلت لي ما تدوسش عليها كنت هدوس رخامة. بيرفعوا أسلحتهم عليهم ولكن بيجي واحد بحصان يعرفهم بنفسه وإنه حفيد فرانشيسكو خفير وهو مساهم مهم في المجتمع المسيحي. بيقول لهم واحد إن خفير ده مطلوب من الحكومة عشان معترض على اختبار الفيومي. بيجروا وراه يمسكوه فبيضربهم بالرصاص وهو بيقول لكم اعتراضكم عليا معناه اعتراضكم على الإله وبيهرب منهم. أما عند فو بتسأله يوري عن ميدالية الجمجمة. بترد دي تذكار من حد. بتقول لها بصي في عين الجمجمة كده. بتبص تلاقي صليب فبتقول لها دي تعويذة مسيحية كانت مخفية الفترة في جزيرة إيكيتشي سيما الموجودة في مقاطعة ناجازاكي. بتسألها فو عن ساموراي ريحته ريحة عباد الشمس. بترد قصدك سيزو؟ بتسألها تعرفيه؟ لكن بيدخل عليهم كيكومارو ومساعده بيضربوا فو اللي بتحاول تمنعهم. بتفوق تلاقي موجين وجن فبتاخدهم وبيروحوا يسألوا حراس قرية عن يوري وراجلين مريبين. بيرد الحارس لو كنا شفناهم الأوضاع ما كانتش هتبقى هادية، وبيعرض عليهم يناموا في بيته عشان الوقت اتأخر. بيحس جن بحاجة مريبة وإن حراستهم شديدة بالنسبة لقرية جوه الجبال. بتقوم فو من النوم تلاقي أهل القرية ماشيين فبتلحقهم لحد ما بتوصل لمكان بيهرتل فيه خفير هرتلة دينية عن إن اللي معاه سلاح زيه هيدخل الجنة. بتتقفش فو وسط التجمع وفي نفس الوقت بيراقب جن صفقة أسلحة بتتم مع كيكومارو. بيدخل خفير على يوري اللي بتسأله هدفك إيه؟ بيرد الفلوس. مفيش حاجة تجيبلك فلوس أكتر من إنك تجيبي سيرة الدين، وبما إني بشتغل مع مسيحيين متخفيين زيي فمش هقلق من كشف حقيقتي. بتسأله وإنت فاكر إنك هتشتريني بفلوسك دي؟ بيرد مفيش حاجة مستحيلة، الحب أقدر أشتريه بالفلوس وأقدر أخليكي مراتي. بتربط فو رسالة على السنجاب وبتتفاجئ بيوري اللي بتتحبس معاها. بيوصل السنجاب لموجين وجن اللي بيفتحوا يلاقوا الرسالة فيها ساعدوني، فبيشتموها عشان مش كاتبة مكانها فين. بتسأل فو عن كل اللي تعرفه يوري عن سيزو، فبتقول لها جزيرة إيكيتشي سيما دي ملاذ المسيحيين الأخير، كنت فيها أنا وأبويا وسيزو كان بيبقى هناك. اتهاجم المكان بالنار فهربت أنا وأبويا، لكن معرفش سيزو عاش ولا مات لأنها آخر مرة شفناه. بيسمع موجين حراس بيتكلموا عن اختبار الفيومي فبيقول لهم يعني طلع الحوار في شنك وتمثيل. بيهاجموه فبيتصدى لهم وبيفقدوا وعيهم من ضربة جن. أما موجين بيهجم على كيكومارو وبيقول له هتاخدنا الفو اللي بتسأل يوري عن أبوها؟ بترد اتقتل على إيد خفير عشان عارف بحقيقة صفقة الأسلحة. بيجي الموكوس على السيرة وبياخدها يقوم بالزفاف وبيأمرها تقول القسم. بتوقفها فو فبيقول لهم خفير خدوها اعدموها، دي في شيطان مستحوذ عليها.
بتسمع يوري لكلام فو وبتعلن رفضها الصريح للجواز منه. بيتعصب وبيوقعها، فبتيجي فو تحميها. بيقرر يعدمهم الاتنين، لكن فجأة بيدخل موجين وجن وبيفضحوه انه بيتاجر باسم الدين وانهم نصابين في الاساس. بيتوتر خفير وبينكر الحقيقة وبيؤمر رجالته يضربوا نار. فجأة بيقع الصليب من مكانه على خفير اللي بيقوم يلاقي تنمره المزيف وقع وانه في الحقيقة ياباني وكان بيحاور عليهم انه حفيد فرانشيسكو خفير. بيجيب ورا وبيستنجد بيهم اما يلاقي يوري رافعه سلاحها. بيخاف اما تضرب، لكن لما ما بتجيش الطلقه فيه بيندفع يطير سلاحها وبيهاجم بسلاحه، لكن بينفجر في وشه. بعدها بتقول لهم يوري ازاي يروحوا على جزيره ايكيتشيسيما. بيسال موجين مين الساموراي سيزو ابو ريحه عباد شمس. بترد فو ده ابويا. بيدخلوا مطعم فيه اكل مجاني وبيلاقوا ساره الكفيفه بتعزف وبتغني، فبيعجبوا بغناها وبيعزم عليها موجين اما بتقعد جنبه لكن بترفض. بيجي شويه شباب يسخفوا عليها، بتدافع فو عنها ولكن بتقول لها ساره مش محتاجه منك اي شفقه. بيتمدوا عليها وبيقولوا لها ايه رايك نكسر لك ايدك عشان ما تعرفيش تعزفي تاني. بيكتفوا موجين وبيقول له وايه رايك اكسر لك بقك عشان ما تصدعناش بصياحك تاني. وبيطردهم بره المطعم وبيعترف بكل صراحه لساره انه ساعدها مش شفقه ولكن عشان دوافعه الخفيه. بتشكرهم ساره وبتعتذر لفو على معاملتها الجافه في الاول وبتبرر بانها كانت وحيده طول عمرها فبقت عدوانيه، وبتطلب منهم ياخدوها معاهم في طريقهم مقابل انها توفر لهم الاكل والمسكن. بيوافقوا وبيسافروا مع بعض لحد ما بيلاحظ جن تعويذه كيشي بوجين اللي معلقاها في قالتها وبيسالها عندك طفل؟ بترد ايوه. بيسالها هو ميت؟ بترد لا عايش من غير اب وانا ما ينفعش اكون ام لاني كفيفه. بتحكي فو لساره عن ابوها وانها اول ما تشوفه هتضربه. بتسالها ساره عمرك فكرتي ان من الاحسن ما توصليش لناجاساكي عشان ده معناه ان رحلتكم هتنتهي وهتتفرقوا؟ بتندهش انها قرأت افكارها وبتسالها ازاي عرفتي؟ بترد حواسي التانية قويه لدرجه اني بحس بهالات البشر والكائنات الحيه حواليا زي مثلا السنجاب اللي جوه هدومك، بس مشكلتي اني ما بقدرش استوعب مشاعر البشر. نفسك ما تفترقيش عن انهي واحد فيهم. بتتوتر فو وبتقول لها ما فكرتش في الموضوع قبل كده بس احيانا بتمنى ان رحلتي معاهم ما تنتهيش للابد. انت رحلتك هتنتهي امتى؟ بترد معرفش بس اعتقد اما اموت. تاني يوم بتقترح فو على جن انهم يدوروا على طفل ساره عشان اكيد مفتقداه. بتاخدها ساره على جنب تطلب منها تديها جن او موجين تاخده معاها في رحلتها، فبتفضل فو طول اليوم زعلانه وبتفكر في طلبها. اما ساره بتطلب من موجين يجيب هديه لطفلها، فبعد ما بيجيبها بتساله تفتكر هتعجبه؟ بيرد معرفش انا اتولدت من غير اب وام. بترد انا وانت متشابهين عمرنا ما عرفنا معنى كلمه السعاده، بس لما ابني اتولد ساعتها حسيت بنفس احاسيس الامهات وشعورهم تجاه ولادهم. وسط ما بيطفح موجين بيتكلم راجل مقنع مع ساره وبيأمرها تقوم بمهمتها. اما جن بيلاقي فو بتعيط وبتتأسف له، وتاني يوم بتعلن انها هتخلي جن يسافر مع ساره لانها مش ضامنه موجين يقوم بحركه كده ولا كده. بيوافق جن واول ما بيوعدهم وبيمشوا بتعيط فو وهي مش مصدقه انه وافق بجد وباعهم بكل سهوله مع انها كانت متاكده انه هيرفض. اول ما بيوصل جن للجسر بتوقع ساره الشعله من ايده وبتستعد لقتاله. بيسالها مين وظفك؟ بترد شخص مش هتعرفوا تهزموه لا انت ولا اصحابك. بيطلع سيفه وبيهجموا على بعض فبتقول له انت موهوب كونك قتلت مدربك انشيرو. ما بتسيبلوش فرصه يستغرب لانه بيتفادى هجماتها بكل صعوبه لحد ما بيتكسر جزء من الجسر تحت رجله وبيفكر هي ازاي متوقعه حركاته من غير ما تشوف بعينيها. بتهجم عليه بسرعه وبيتجرح. بيسالها انت مين؟ لكن بترد عليه بهجمات متتاليه لحد ما بيتكسر الجسر تحتهم وبيقعوا. تاني يوم بتسمع فو وموجين عن الجسر فبيروحوا يطمنوا على جن وساره لكن ما بيلاقوش الا ساره وبينقذوها. اما موجين بيقرر يدور على جن واول ما بيخرج بتفوق ساره وبتمثل كانها كانت حادثه وبتسال فو انت لسه ناويه تروحي ناجازاكي؟ بتستغرب من سؤالها بس بترد ايوه. بيرجع موجين وبيبدل مع فو اللي بتروح تدور على جن. بيدي موجين لساره قالتها فبتعرف انه عرف حقيقتها وبتقول له هستناك عند البحر. بيروح لها فبتقول له انا مضطره اعمل كده عشان انقذ ابني وبتلف سلاحها وتجرح بيه وش موجين اللي بينبهر بقوتها فبيتبادلوا الهجوم والتفادي لحد ما بيصد موجين سلاحها برجله وبينط يتفادى هجومها المستمر عليه. بتفضل تجري وراه وهو يجري منها وبيقول لها حاربت ناس بأسلحة كتير لكن أول مرة أشوف نصل حاد زي نصل سلاحك. وبينط يهجم فبيتصدى وبيكملوا معركتهم لحد ما بتجرحه وتوقعه في البحر وبتشوفهم فو من بعيد. بيتعصب موجين وبيسأل سارة انت مين؟ بترد حتى لو كفيفة فأنا قادرة أحس بمدى الكراهية والغضب اللي جواك بس مش عارفة أحدد هل مصدرهم حزن ولا حاجة تانية بس الأكيد إنك عمرك ما حسيت بالحب زيي. بيقول لها قصدك إنك عارفة حركاتي وهاجمك إزاي؟ وبيندفع للهجوم عليها لكن بيقع من جرحه وبتقرر سارة تقضي عليه لكن بتحميه فو وبتتوسل لها ما تقتلوش فبتمشي سارة وبتسيبهم. من ناحية تانية بيصحى جن يلاقي ماتاجي اللي أنقذه وبيقول له هحط لك طبقك هنا ولو عايز تاكل قوم خده بنفسك
بيكافح جن على ما بيوصل للطبق بيلاقيه فاضي، ومتاجي بيضحك وبيقول له بهزر معاك يا اخي، ما تبقاش قفوش كده، المهم انك كافحت ووصلت له. بعد شويه بيخرج جن فبيساله متاجي عارف فين عين السمكه؟ في تدفق الميه حواليها، لو السمكه حست بتغيير في مجرى الميه هتهرب، بس لو وقفت في نفس اتجاه المجرى هتعرف تصطادها. بيشكره جن على تعليمه عشان استوعب حاجه مهمه وبياخد بعضه وبيمشي. بتترجى فو من جين انه ما يكملش معركته مع ساره عشان ما تخسرهوش هو كمان. بيرد قوتها مش طبيعيه، المره الجايه لو حاربتها هتقتل وش. بيكلم الراجل المقنع ساره وبيقول لها ليه ما تخلصتيش منهم لحد دلوقتي؟ اوعي تكوني اتعلقتي بيهم، انت شكلك نسيتي ان حياتك مش ملكك وان حياه ابنك في ايدينا، اخرك بكره هتتخلصي منهم. بيرجع جين لفو اللي بتتخض منه، اما موجين بيقول له ساره بتتبع اوامر حد عارف عننا كل حاجه وبيهددها بابنها. بتساله فو ما تعرفش مين بيستغلها؟ بيرد احنا ما بندفعش حساب اكلنا وبنهرب من نقط التفتيش وبنقتل الناس، اختاري حاجه منهم. على الليل بيقرر موجين يروح لساره، فبينصحه جين بنصيحه السمكه اللي بتتوقع تدفق الميه، وبيقول له ما تقتلش التدفق لكن جريه بجسمك. بيوصل لساره اللي بتهجم بسلاحها بغشوميه عليه وسط الرياح والمطر، فبيستخبى ورا صخره وبيقرر يقلع حذائه ويجاري التدفق. بتعدي ساره من جنبه واول ما بتقف بيلف يطعنها بسيفه لكن بتتفاداه، وبيهاجموا هما الاتنين في نفس الوقت، لكن بتقف ساره في اخر ثانيه وبتسيبه يطعنها. بيتعصب وبيسالها ليه وقفتي؟ كان ممكن تقتليني وتخلصي. بترد اكتشفت النهارده ان ابني مات من فتره طويله والحكومه كانت بتستغلني، وبتموت وهي بتتمنى له يعيش. بيجي المستشار يأمر كاريا بالتخلص من موجين وجن قبل ما يوصلوا لمكان سيزو اللي بيقول لهم سمعت انهم قتلوا ساره، وده معناه ان آن الاوان استخدم سيفي في التخلص منهم. بتوصل فو الباقي لناجازاكي وما بيتبقاش الا انهم يوصلوا لجزيره إيكيتشي سيما. بتقترح فو عليهم انهم يحكوا ماضيهم وكانوا بيعملوا ايه قبل ما يتقابلوا، لانهم ما يعرفوش عن بعض اي حاجه ورحلتهم قربت تنتهي. بيبدا موجين بانه كان بشع في الماضي وما عندوش اسرار مهمه، بس في مره قابل راجل عجوز على الطريق كان بيستفزه وبيساله وبيقول له شايف رمز الحكومه المرسوم ده؟ رد مش شايفه وراح قتله. بيستغرب جن انه لسه عايش بعد ما قتل واحد من الحكومه. بيجي دوره فبيحكي انه يتيم من صغره واتاخد في دار دوجو يتدرب على السيف، بس محدش كان بنفس موهبته، وباقي الطلاب بدأوا يغيروا منه ويتجنبوه لحد ما حملوه ذنب قتل مدربهم وطردوه من الدوجو. بيجي دور فو اللي بتقول لهم من زمان كنت عايشة أنا وأمي وفاكرة إني يتيمة الأب، لكن أمي صرحتني قبل ما تموت إنه لسه عايش، وبالرغم من إنها ما اهتمتش بيه إلا إني عايزة أقابله وألطشه عشان سابنا إحنا الاتنين لوحدنا. ما كانش عندي الشجاعة أدور عليه لوحدي لحد ما قابلتكم وقررت أسافر معاكم، شكرا إنكم فضلتم جنبي. بيسأل أومانوسوكي دينكبو عن موجين والباقي فبيقول له كانوا بايتين هنا. بيسأل أومانوسوكي شخص معدي مين كان بايت هنا؟ بيرد معرفش. بيقول له انسى اني سألت. ما بيلاقيش رد منه فبيرمي سلاحه وبيقطع راسه. بتوصل فو والباقي لجزيرة إيكيتشيسيما، وبعد ما بيخلصوا أكل بتطلب منهم يروحوا يشتروا الحلويات اللي عايزينها ويجوا. في نفس الوقت عند صاحب المطعم بيدخل أومانوسوكي يسأل عن موجين، بيرخم صاحب المطعم فبيسيب دينكبو يهجم عليه وبيوقفه، أما بيعترف الراجل إنه شاف واحد بلبس غريب وممكن يكون هو. بيطلب منه أومانوسوكي ينسى إنه شافهم فبيوافق وبيخرج جري، لكن بيقفشه دينكبو وبيقول له مش قلنا ما تقولش لحد؟ بتركب فو المركب لوحدها وبيقرأ جان وموجين رسالة وداعها ليهم بتعبر فيها عن مشاعرها واستمتاعها معاهم، وبتقول لهم في آخرها أنا عارفة إنكم ناويين تقاتلوا بعض أما تخلص الرحلة، بس أنا مش عايزاكم تقتلوا بعض، واعتبروا كيكة الكاستيلا دي هدية وداعي ليكم. بتوصل فو عند قرية وبتسأل الناس عن سيزو، فبتتعامل معاملة جافة من أهل القرية وبيقولوا لها أنت ناوية تموتي؟ إحنا عشنا في سلام لحد ما المسيحيين جم القرية دي، والنتيجة إن بيوتنا اتحرقت، فما تجيبيش سيرة الراجل ده. بتمشي وهي محبطة لحد ما بيصعب حالها على واحدة بتقرر تقول لها على مكان سيزو وبتنصحها تلحقه عشان مفيش وقت. بيجي كاريا وهو متخفي وبيقول لموجين وجن لو بتدوروا على بنت سيزو فهي ركبت المركب وراحت تشوف أبوها اللي هو أكتر واحد مثير للجدل ومطلوب من الحكومة بسبب اتحاده مع الثوار، فالحكومة سابت بنته تدور عليه عشان يعرفوا مكانه، أما بالنسبة لكم فمش هتمشوا من هنا غير جثث ميتة. بتوصل فو لحديقة زهور عباد الشمس وبتلاقي أومانوسوكي وأخوه قدامها وبيتوعدوا لها بالموت. بيطلع كاريا سيفه وبيستغرب موجين من أسلوب قتاله الغريب وبيحاول يتفاداه، فبيستخبى ورا براميل ولكن بيحدفها عليه وبيكسر برميل فيهم. بيقول له كاريا انت أسلوبك القتالي صعب التنبؤ بيه، بس غريزتك ورد فعلك لوحدهم مش هينفعوك، لازم تشغل دماغك معاهم وإلا خصمك هيعرف حدود قوتك. بيهجم موجين عليه ولكن بيتجنبه، بيهجم تاني وبيلاحظ كأن كاريا بيعبر من خلاله بضربة واحدة بيوقعه في المية، وبيقول للجن وريني مواهبك في أسلوب الموجو اللي قتلت بيه إنشيرو.
بيهجم جان وموجين في نفس الوقت عليه، لكن بيتصدى ليهم بكل احترافية، وفجأة بيقاطعهم دينكبو اللي بيقول لموجين البت معانا فالحقها قبل ما تبقى جثة. بيقول له جان روح الحقها وسيبني معاه، بيرد مش هسامحك لو مت على ايد حد غيري، وبيجري يلحقها. بيسأل جان كاريا ازاي عرفت عن اسلوب الموجو، بيرد لو ما كنتش قتلت انشيرو كنت انا اللي هورث اسلوب الموجو. بيستوعب جان ان ده كاريا اللي مدربه كلمه عنه اما قرر انه يحول طلاب الدوجو لمغتالين يخدموا الحكومة، وان ما قدمهمش طريق الا ده لان عصر قتال المقاطعات انتهى من زمان. بيقول له كاريا انا اللي امرت انشيرو انه يقتلك، بس في الاخر انت تفوقت عليه وقتلته، وجي وقت اني اقتلك بنفسي. بيسأله جن ليه شخص بمهاراتك بيخضع ويبقى كلب للحكومة؟ بيرد بسؤال انت فاكر اننا نقدر نعيش بمجرد استخدام مهاراتنا في السيف بس؟ بيرد يعني عايز تقنعني ان شغلك عند سيد يستحق انك تخدمه؟ السادة واصحاب النفوذ الايام دي عقلهم فاضي وكل همهم هو الشرف وحماية نفسهم، يعني ما يستحقوش التضحية. بيقول له كلام صح، بس انا مش بسمح لهم يستغلوني، انا بتظاهر انهم بيستغلوني لكني في الحقيقة بستغلهم. عصر الساموراي بينتهي وانا وانت شكلنا اتولدنا في زمن مش زماننا. من ناحية تانية بيطلع دينكبو على المركب وبيهاجم موجين اللي ما بيعرفش يتحرك عشان مساحة المركب صغيرة، فبياخد الضربة في وشه. بيكمل دينكبو هجوم عليه لحد ما بيتقلب المركب وبيقعوا في البحر. بيكملوا معركتهم تحت البحر وبيصد موجين ايد دينكبو وبيطعنه فبيموت. بتستمر معركة كاريا وجن اللي بيتفادى ضربته وبتيجي في النضارة، وبيتبارزوا بالسيوف لحد ما بيتبقى خطوة واحدة لجن وبيقع، فبيقرر يهجم على كاريا اللي بيهجم عليه في نفس الوقت، وبيفوز على جن اللي بيقع في المية. بتحلم فو بسيزو وسط ظهور عباد الشمس اما كان بيكلمها عن ساموراي ريحته عباد شمس، وبيقول لها ان عباد الشمس ملوش ريحه في الاساس، وده معناه ان مفيش ساموراي ريحته عباد شمس. بتنكر كلامه وفجاه بتفوق تلاقي نفسها متأيده قدام اومانو تسوكي اللي بيقول لها شويه وهنتخلص منك. بترد انتوا تعبين نفسكم على الفاضي لان موجين ما بيفرقش معاه تاخدوا مين رهينه، هيهجم عليكم بدون ادنى اعتبار لحياه الرهينه. بيسالها معنى كده لو قتلتك دلوقتي مش هيفرق معاها صح؟ وبيلطشها لطشتين وبيقول لها في خيار برضه وهو اني اخليكي نص ميته، المهم تكوني بتتنفسي. بيدخل موجين وبيساله انت مين بروح اهلك وعامل لنا القلق ده كله ليه؟ بيرد ما تستهبلش، حتى لو نسيتنا احنا الاخوات الثلاثه عمرنا ما هننساك لحد ما هنموت، كنا على السفينه اللي هاجمتها انت وموكورو من سنين، وبسببك اخويا الكبير بقى عاجز عن المشي، ده غير انهم لبسونا في هجوم السفينه وطردونا من مقاطعتنا، كل امالنا في خدمه الحكومه اتبخرت، ما تبقاش الا رغبتنا في الانتقام منك وقتلك. بيرد موجين بمناسبة اخواتك انا لسه قاتل لك اخ منهم في البحر. بيتعصب اومانوتسوكي وبيهدد بفو فبيرمي سلاحه وبيقول له سيبها بره عركتنا، وبيقول لها روحي قبلي سيزو ما تخليش رحلتنا هتروح هدر. بتتأثر وبتقول له بس انت كده هتموت. بيرد مش هموت ثقي فيا. بتجري فو وبيضحك اومانوتسوكي عليه وهو بيستهزأ انه ضحى بحياته عشان بنت، وبيلف عليه سلسلة سلاحه وبينزل تلطيش فيه. بتوصل فو لبيت سيزو وبياخدها يوشي كيتشي لمكانه، اما اومانوتسوكي فبيكمل جلده وضرب في موجين وهو بيقول له هدوقك طعم الذل والاهانة وكل المشاعر السلبية اللي مضطر تفضل عايش وانت حاسس بيهم. بيرد انت فاكرني عيل خيخه زيك بيعيط وبيدبدب في الارض عشان يتعور مره ولا مرتين وعايز يطلع عقده على الباقي؟ انا دقت كل الذل والاهانه اللي ممكن تتخيلها ومتعايش عادي. القصه كلها انك بمجرد ما بترفع سيفك على حد يا هتقتل يا هتتقتل، مش عايزين صياح كتير. بيضربوا اومانوتسوكي فبيتكسر الخشب وبيقع موجين وهو بيرمي سيفه عليه. بيصد اومانوتسوكي وبيرجع موجين يجيب سيفه التاني وبيقول له تعالى بقى يا حيلتها. بتدخل فو تقابل سيزو المريض على فراش الموت وبتقول له طول حياتي كنت فاكره ان ماليش اب لانه ما اعتبرنيش بنته وسابني مع امي لحد ما قررت اني لو شفته مش هسامحه وهلومه على معاناتنا بعدها هضربه. بتعيط وبتقول له مش عدل اني اجي الاقيك مريض وراقد في السرير مش قادر اعمل اي حاجه من اللي قررتها. وبتخرج بره البيت تلاقي يوشيكيتشي بيقول لها سيزو بيتكلم عنك كتير وعمره ما نساكي. فجأة بيوصل كاريا لمكانهم وبيدخل يتخلص من سيزو بأمر من الرئيس ويرد اقتلني أنا حالي حال الميت. بيسأله أي كلمات أخيرة؟ بيوجه كلامه لفو وبيقول لها ما أقدرش أطلب منك تسامحيني بس ثقي إن ما عداش يوم من غير ما أفكر فيكي أنت وأمك. وأول ما بيتأسف لها بيقتلوا كاريا وبيقول لهم الأوامر بتنص إن يقتل كل عيلته وقرايبه. بتجري فو بسرعة وبيتغذي يوشيكيتشي المسكين، أما موجين بيتفادى هجمات أومانوتسوكي بالسلسلة اللي دوش خلقتنا بيها وضربة في ضربة بيهد المكان كله. فبيخرجوا بره وبيكمل اومانوتسوكي هجوم عليه وموجين بيهرب منه وبيستخبى. بيقوم فجأة يندفع ناحيته وبيرمي سيفه عليه لكن ما بيجيش فيه فبيطير سلاحه برجله وبيكتفه وبيشقلبه على الأرض. بتلف سلسلة اومانوتسوكي على السيف موجين اللي أول ما بيقلب اومانوتسوكي أوضاعهم بتتحرك سلسلة سيفه وبتتقطع راسه. بيقوم موجين وفجأة بيضربه الأخ العاجز بالرصاصة في بطنه. بيقرب كاريا بهدوء من فو وهو بيقول لها لو بنت ساموراي بجد فموتي بشرف زيه.
بيجي جين من وراه فبيتفاجئ كاريا انه لسه عايش بجرحه وبيقول له بس بجسمك ده مش هتقدر تفوز عليا، واعتقد انك قلت ان مفيش حد تستحق تضحي عشانه. بيرد ده اللي كنت فاكره في البدايه لاني كنت بقاتل لنفسي. بعدها بيفتكر ماضيه اما انشيزو نصحه لما يواجه خصم اقوى منه ومفيش امل للفوز يقدر يصنع ثغره في طريق انه يطعن خصمه في نفس اللحظه اللي بيطعن فيها منه. بيرفعوا سيوفهم وبيبداوا قتالهم لحد ما بيطعنوا كاريا في ظهره، لكن بيلاحظ ان جين طعنه في بطنه في نفس الوقت. اما موجين بيكون قرب من الاخ العاجز عشان ينتقم لكن بيلاقيه فجر ديناميت. بتقف فو وسطهم مش عارفه تصيح على مين فيهم. بيفوق موجين على صوت فو فبيطمن انها قابلت سيزو وبيقوم يقول لجين جه وقت قتالنا الاخير. واول ما يندفعوا للهجوم على بعض بيقعوا من التعب والارهاق. بتقف فو قدام قبر ابوها وبيحكي لها يوشيكيتشي ان سيزو في الاساس كان عايز يجيبهم يعيشوا معاه بس كان هيعرضهم للخطر بسبب الحكومه اللي بتقضي على المسيحيين فقرر يعيش لوحده. بيفوق موجين وجن اللي بيقول له شكلنا لسه عايشين ما رحناش الجحيم. بيرد موجين من صغري ما كنتش برتاح غير لما اقضي على اي حد قوي واقتله، لكن الغريب دلوقتي ان رغبتي في قتلك اختفت. بيرد وانا كمان حاسس اني وصلت اللي بدور عليه من مده طويله، انت اول صديق وصاحب ليا. بيجي معاه تفرقهم عن بعض هم الثلاثه فبتقول لهم فو نسيت اصارحكم بحاجه، فاكرين لما قلت لكم هرمي العمله ولو وقعت على الديل هتساعدوني؟ الحقيقه هي وقعت على الراس وانا غفلتكم. بيشتموها وبيفترقوا الثلاثه كل حد في طريق على امل يتقابلوا تاني. وبكده نكون وصلنا لنهايه الانمي. استنونا الفيديو اللي جاي واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد.